السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده عند الباشمهندس باسم هتشوفوه دلوقتي عنده في الغردقة. هو من الشخصيات اللي بتهتم بالاستصدار السمك بقاله فترة كبيرة، كان بيتواصل معايا يمكن من حوالي 5 سنين تقريبا. هو شاب طبعا زيه زي شباب مصر كلهم، كان بيعمل ان هو يعمل حاجتين. أول حاجة نعمل مشروع لأي شاب يقدر ياكل منه عيش كويس، ونمرة اتنين استفزوا قوي الفيديوهات بتاعت بعض الناس اللي بتنصب على اي مستثمر او اي شاب، يقول له انت بتحط في المتر 1000 سمكه وتطلع على الطن والكلام ده كله. انتوا عارفين طبعا بنتكلم عن مين، هم ناس كتير قوي. فاستفزوا الموضوع ده. هو ما كانش عنده اي خلفيه خالص عن التكنيك ولا الميكانيزم بتاعت الحوض السمكيه ولا المنظومات دي كلها، الا ان هو قرا ودرس وسأل غير كتير كمان، وراجل اجتهد على نفسه. بالاضافه ان هو كان في الصين، شاف طبعا عندهم هناك وفي بيلاروسيا، شاف هنا وهنا في بيلاروسيا، شاف الناس بتزرع الحفش عندهم في البيوت بمنظومات شبه اللي احنا هنتكلم فيها دي دلوقتي. خليك انا باشمهندس كده اصور دي شبه الحاجات دي كده. فبالتالي هو خد منهم افكارهم، خد منهم التفاصيل، بعض التفاصيل اللي هم بيعملوها، وهو ان شاء الله هيبقى له باع كبير قوي في موضوع الحفش بعد كده اللي احنا كنا اعلنا عنه واتكلمنا فيه في مصر ان شاء الله. خلينا كده نشرح واحده واحده. الاول نتعرف على الباشمهندس باسم. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. نورتنا على قناه سمكه تيوب. اهلا بيك واهلا بيك في الغردقه. تسلم. اولا عشان بس في ناس كتير هتشكك وتقول لك لا اصل دول بيغيروا الميه، اصل بيعملوا، اصل الكلام ده كله. تمام. الغردقه مكان فقير جدا بالميه. طبعا كل الناس عارفه الكلام ده صحيح. الغردقه بيجي لها الميه يومين في الاسبوع. تمام. كل شقه بيبقى لها مثلا تانك متر او متر ونص بالكتير، لو خلصوا تستنى بقى الميه لما تيجي. تمام. جميل. فحته الرفاهيه وان انت ترمي الميه وتحط ميه دي مش متوفره خالص طبعا. مش متوفره. فبالتالي عشان انا مليت في اسبوعين. تمام. فده بالتالي يحكم على حاجه، احنا في الغردقه، فمعنى كده ان الراجل ده فعلا صادق في كلامه، ما بيغيرش الميه خالص. وحتى لو هو حابب انه يغيرها، ما فيش متاح عنده ميه عشان يغيرها. هغيرها منين؟ حوض زي ده تقريبا كام يا باشمهندس؟ 7 متر ونص ميه، مستحيل طيب. ان هو يتفضى ويتعبى يعني. 7 متر ونص ميه، يعني هو ملاهم في اسبوعين. في اسبوعين بيجي له حوالي متر ونص في الاسبوع، فيعني هيغير ايه؟ فطبعا دي واضحه قوي. طب هنشوف دلوقتي المنظومه وهنشرحها طبعا مش بالتفصيل قوي، بس احنا هنتكلم برضو ايه، هنستاذنه طبعا يا باشمهندس ان احنا نشرح ونفهم شبابنا كلهم في مصر انت عامل ايه، وممكن يتواصل معاك ازاي، ونعمل المشروعات دي للناس ازاي. اوكي. طيب، هي التكنولوجيا اللي انت عاملها نانو، صح؟ تكنولوجيا النانو. وانا هنا اعتمدت على حاجتين اساسيتين في الموضوع ده. تمام. او 3 حاجات بالظبط، انا اسف. تمام. اول حاجه مدخل تكنولوجيا جديده اسمها تكنولوجيا النانو. تمام. جميل. على الشغل. مدخلها جديد في الاسماك، هي معروفه طبعا تكنولوجيا النانو من زمان. هي معروفه تكنولوجيا النانو، لكن في الاستزراع السمكي جديده. داخله بالاخص بيستخدموها هم دلوقتي في حاجتين. في الويست ووتر تريتمنت. تمام. وبرضه وفي تنقية اللي هي في تنقية المياه الصرف الصحي. في تنقية مياه الصرف الصحي. وفي تنقية الهواء وتنقيته بقى من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات. تمام. تعقيم يعني يعتبر كده. تعقيم والحاجات دي. تمام. اي فيروسات حتى الكورونا. تمام. جميل. دي اول حاجه. تاني حاجه انا هنا عملت وانت عامل هنا النانو بطريقتك، يعني انت عامل هنا المنظومه دي. مش انا اللي عامله النانو دوت. اولا دي تكنولوجيا كبيره موجوده على مستوى العالم. انا اقصد المنظومه دي انت عاملها بطريقتك. المنظومه انا عاملها بطريقتي، بس اللي عمل لي النانو دوت ده دكتور كيميائي. تمام. هو اللي اداك الفكره واداك لا، انا اللي رحت له قلت له انا عايز اطبق التكنولوجيا ديت في المشروع بتاعي. حلو. منين هو الدكتور ده؟ موجود، هو دكتور مصري يعني. ده دكتور كيميائي، وفي برضه واحد تاني معيد في كليه علوم. تمام. هم دول اللي ساعدوك وفادوك بالافكار فادوني هم ساعدوني والنظم العلميه بتاعتها. تمام. في نقطه النانو انا بتكلم في مجال مش بتاعي، صحيح. عايز ادخله، انا شايف ان هو هيفيدني في الشغل بتاعي. تمام يا جماعه، اسمعوا كويس عشان تعرفوا بس الفرق بين واحد بينصب على الناس
وبيشتغلوا ويقول له خد البتاع دي بتطلع مش عارف ايه. واحد درس واستعان بناس خبراء كتير وناس دكاتره في مجالاتهم وقرا وسافر بره اكتر من بلد علشان يطبق المنظومه دي في مصر، والحمد لله نجح فيها. وكان له طبعا فيديو انا كنت نزلته له قبل كده على القناه عندي بتاع سمكه الباسه، وما اتكلمناش فيها كتير. النهارده هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. اول حاجه موضوع النانو، تاني حاجه ان انا عملت وفرت الترومبه المصه الكبسه، تمام، اللي هي الكلبيده والحاجات دي، تمام، جميل. دي وفرت ثمنها ووفرت كهربتها. كويس، تمام. مش عايزها ولا هي مش عايز ادفع فيها فلوس ولا عايز كهربتها، تمام، لانها بتسحب كهرباء كتير جدا. اكيد. بتتكلم في 2 حصان و3 حصان. انت تقريبا هنا كده تقريبا بيتكلف كام المنظومه دي كده، كام واط في الساعه؟ المنظومه دي بتسحب في التوتال كله على بعضه التوتال بنتكلم في حوالي 160 صح؟ تلت يعني لمبه سلم سايبها كده سبيل على السلم. صحيح، تمام. جميل. تدفع كام تقريبا في الشهر؟ بدفع حوالي، يعني شوف هيحسبوها، انا